السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي الصغيرين طلاب المرحلة الإعدادية، أهلا وسهلا بيكم. معاكم أخوكم الكبير مستر عمرو. هنبدأ النهاردة بإذن الله تعالى أول درس من دروس الهندسة، مفاهيم هندسية والعلاقات بين الزوايا. الدرس ده يا باشمهندس ودكتورة مهم جدا للمرحلة الإعدادية عموما وما بعدها، لأن ده الأساس اللي احنا بنبني عليه إن شاء الله كل اللي جاي. طيب، نبدأ بأول حتة فيه تعريف القطعة المستقيمة. يعني إيه قطعة مستقيمة يا باشمهندس؟ قال لك مجموعة من النقط المكونة من نقطتين مختلفتين وجميع النقط الواقعة بينهم عند توصيل النقطتين بالمسطرة. مستر ما فهمتش حاجة. أقول لحضرتك أنا لو عندي نقطة اسمها ألف ونقطة اسمها ب، بينهم عدد كبير أوي من النقط، طبعا عدد كبير غير محصور. طب العدد ده مستر لو جينا وصلناه بالمسطرة كون لي حاجة اسمها قطعة مستقيمة. دي كده تعريف القطعة المستقيمة. يعني نقطتين أنا عارفهم، نقطة بداية ونقطة نهاية، نقطة بداية ونقطة نهاية، بينهم عدد لا نهائي من النقط محصور ما بينهم، وصلتهم بالمسطرة عملوا لي حاجة اسمها القطعة المستقيمة. طب يا مستر لو في نقطة كده بعيدة عنهم، نقطة كده بعيدة عنهم، هضطر ان انا اطلع كده بامتداد. لا، دي ما اسمهاش قطعة مستقيمة يا باشمهندس. قطعة مستقيمة يعني حتة واحدة متوصلة بالمسطرة، نقطة بداية نقطة نهاية معلومة، وبينهم عدد لا نهائي من النقط المحددة بين النقطتين دول. طيب قال لك يا مستر النقطة دي اسمها ايه، او القطعة المستقيمة دي اسمها ايه؟ يعني برمز ليها بايه؟ قال لك بنرمز ليها بألف ب ونحط فوقيها شرطة كده. ألف ب دي نقطة بداية، نقطة ألف، وب نقطة النهاية، بحط فيهم شرطة كده بترمز للقطعة المستقيمة. طب يا مستر هي مش ألف ب دي، هي ب ألف، يعني ليه انت قلت دي بداية ودي نهاية؟ ما انا ممكن اقول دي بداية ودي نهاية. كلامك صح والله، انت صح. ممكن اقول ب ألف او ألف ب واحط فيها قطعة مستقيمة، ما اختلفناش. يبقى نقطتين معلومتين بينهم عدد لا نهائي من النقط اقدر اوصله بمسطرة. دي كده تعريف القطعة المستقيمة. طيب يا باشمهندس ويا دكتورة، قال لك في نقطة مهمة جدا نركز فيها لما اجي اكتب طول القطعة المستقيمة. قال لك مثلا دي كده طولها وليكن 5 سنتي. طيب بكتبها ازاي؟ بكتبها بطريقتين، يا اما اكتب الف ب من غير ما احط فوقيها اي حاجة بتساوي 5، يا اما اكتب طول الف ب واحط فوقيها شرطة بتساوي 5. يعني ما اعرفش كده مستر اداري طول دي واخليها الف ب عليها شرطة، لا، لازم يا اما اكتب الف ب من غير اي حاجة بتساوي 5، يا اما اكتب طول الف ب واحط فوقيها شرطة بتساوي 5. تمام؟ دي كده اول جزء معانا يا باشمهندس، تعريف القطعة المستقيمة. نيجي هنا يا باشمهندس لتاني جزء مهم جدا في حصتنا، هو تعريف الخط المستقيم. الخط المستقيم ده يا باشمهندس ويا دكتورة زي ما قلنا كده هو عبارة عن قطعة مستقيمة زي اللي حضرتك شايفها دي، قطعة مستقيمة ألف ب مطيناها من طرفينها. يعني ايه مطيناها من طرفينها؟ يعني احنا قلنا القطعة المستقيمة ليها نقطة بداية وليها نقطة نهاية، ليها نقطة بداية وليها نقطة نهاية أيا كانت بقى ألف ب البداية أو النهاية، فهي ليها نقطة بداية وليها نقطة نهاية. قالك بقى الخط المستقيم هو قطعة مستقيمة ملوش نقطة بداية وملوش نقطة نهاية، وبيرمز ليه بالرمز ده ألف ب وعليها السهم اللي حضرتك شايفه ده من فوق. طب يا مستر أنا ممكن أسميها ب ألف؟ يعني ممكن أسمي الخط ده ب ألف؟ أيوة طبعا، ما احنا قلنا ملوش نقطة بداية وملوش نقطة نهاية. ليه أنا سميت ألف ب؟ يعني ليه حددت إن ألف بداية؟ ما ممكن ألف دي تكون النهاية وب هي البداية. يعني في المسمى ألف ب هي تساوي ب ألف، مفيش أي اختلاف. طب يا مستر لو الخط المستقيم ده فيه أكتر من نقطة مكونين أكتر من قطعة مستقيمة، يعني عندي قطعة مستقيمة ألف ب وعندي قطعة مستقيمة ب ج وعندي قطعة مستقيمة ألف ج، انا ممكن اسمي الخط المستقيم بتاعي باي قطعة مستقيمة عليه. يعني ممكن اسميه الف ب قطعة خط مستقيم، ممكن اسميه ب ج خط مستقيم، ممكن اسميه الف ج خط مستقيم، بشرط ان انا احط عليه العلامة المميزة للخط المستقيم. مش احنا قلنا يا باشمهندس الخط المستقيم هو عبارة عن قطعة مستقيمة ممتدة من طرفيها بلا حدود، يعني ملوش نقطة بداية ولا ليه نقطة نهاية، او ده بالظبط كده اللي احنا بنتكلم فيه. اسميه بقى باي اسم يرمز للخط المستقيم. مش دي قطعة مستقيمة لو حطينا عليها الرمز بتاع الخط المستقيم يتحول لخط مستقيم ملوش نقطة بداية وملوش نقطة نهاية؟ هو ده كده بالظبط يا باشمهندس تعريف الخط المستقيم. الشعاع ده بقى يا باشمهندس ويا دكتورة عايزك تركز فيه كويس جدا جدا جدا، لأنه فيه تركاية مش موجودة ولا في القطعة المستقيمة ولا في الخط المستقيم. إيه هي يا مستر؟ قالك الشعاع عبارة عن قطعة مستقيمة ممتدة من أحد طرفيها بلا حدود. يعني يا باشمهندس ليه نقطة بداية وملوش نقطة نهاية، يعني أنا مطيته أو مديته من جنب واحد بس،
يعني شدته كده من ناحية الب فقط في المثال اللي قدامي هنا دلوقتي. يعني الشعاع يا باشمهندس، الشعاع يا دكتورة ليه نقطة بداية وملوش نقطة نهاية، ويمكن كتابته بصورة واحدة فقط من نقطة بدايته لنقطة لامتداده، مش نقطة نهايته. أنا كنت حاطط تعلق نقطة نهايته، امتداده يعني هو بيبدأ من ألف وبينتهي إلى ما لا نهاية، ملوش نهاية، ممتد معانا في اتجاه به إلى ما لا نهاية. يعني لما يجيب لك في أكمل أو في صح وغلط أو في اختيارات اكتب اسم القطعة اللي قدامك دي، هتقول شعاع وترمز لها بالرمز ده. لو بدلت يا باشمهندس، لو بدلت يا دكتورة كده غلط، ألف ب هنا لا تساوي ب ألف، الشعاع ألف ب هنا لا يساوي الشعاع ب ألف. دي نقطة بداية يا باشمهندس، وممتد إلى ما لا نهاية، ممتد من ألف إلى ما لا نهاية تجاه ب، مش العكس. تمام. نيجي هنا يا باشمهندس لجزء مهم جدا دايما يجيبهولك في الاختيارات ويحاول يوقعك فيه، الفرق ما بين العلامة دي والعلامة دي. العلامة دي معناها ينتمي إلى، والعلامة دي معناها جزء من. لما يجي يا باشمهندس أتكلم عن نقطة أو عنصر واحد وأقول إن هو بينتمي لحاجة، بص بينتمي لحاجة، نقطة بتنتمي. لكن لما أقول قطعة مستقيمة أو أقول أكتر من نقطة أقول جزء من. يعني إيه؟ يعني لما أقول النقطة د، النقطة د تنتمي إلى القطعة المستقيمة أ ب، نقطة واحدة بتنتمي إلى الكل اللي هو عندي أ ب. طب لما أقول أ ب قطعة مستقيمة، هل ينفع أقول تنتمي إلى الشعاع أ ب؟ لا طبعا. أنا قلت قطعة مستقيمة مكونة من جزئين أ ب وما بينهم النقط، مش إحنا قلنا قطعة مستقيمة يعني نقطة بداية ونقطة نهاية والنقط اللي ما بينهم؟ فإزاي أقول ينتمي؟ كده رياضيا غلط. ويجيبها لك في الاختيارات يقول لك القطعة المستقيمة دي تنتمي ولا جزء من. طالما قال لك قطعة مستقيمة أكتر من نقطة أ وب، يبقى هقول جزء من، هقول جزء من، مش هقول تنتمي. امتى اقول تنتمي يا باشمهندس؟ لو قال لي النقطة ب مثلا بالنسبة للشعاع ده ايه، تنتمي ولا جزئية؟ لا، نقطة واحدة أو عنصر واحد يبقى ينتمي. يبقى عندي الشعاع أ ب بالنسبة للخط المستقيم أ ب ايه؟ جزء من، لأن أنا قلت أ وب، أ وب، أ وب، ما قلتش نقطة واحدة. يبقى ده الفرق ما بين اللي ينتمي إلى وجزء من. نركز فيها كويس جدا لأن بيغلطني فيها في الاختيارات. بعد كده بقى يا باشمهندس عندنا تعريف الزاوية. قالك الزاوية دي عبارة عن اتحاد شعاعين، شعاعين اتحدوا مع بعض في نقطة بداية، تسمى دي راس الزاوية، ويسمى الشعاعين دول بضلعي الزاوية. يعني ايه يا مستر؟ يعني واحدة واحدة. عندي شعاعين ليهم نفس نقطة البداية، نقطة البداية دي يا باشمهندس بسميها راس الزاوية. لما باجي اكتب الزاوية أ ب ج، أ ب ج، والعلامة دي بترمز للزاوية. ممكن اكتبها ج ب أ، ج ب أ. اللي في النص ده يا باشمهندس هي دي راس الزاوية. شعاع تقاطع مع شعاع كونوا لي زاوية، الزاوية دي هي الجزء المحصور بين تقاطع الشعاعين دول. احنا قلنا شعاع يا باشمهندس ليه نقطة بداية وملوش نقطة نهاية، ليه نقطة بداية وملوش نقطة نهاية. لما تقاطعوا مع بعض في جزء واحد كونوا لي زاوية محصورة ما بينهم. الزاوية دي ليها أنواع هنتكلم عنها دلوقتي، سواء كانت حادة أو منفرجة أو قائمة أو معكوسة أو أيا كان. لكن اتحاد شعاعين مع بعض ليهم نفس نقطة البداية كونوا لي زاوية. ده كده تعريف الزاوية يا باشمهندس. تمام. بنقول هنا يا باشمهندس إن الزاوية تقسم المستوى لثلاث مجموعات من النقط. يعني إيه يا مستر الكلام ده؟ يعني أدي ضلعي الزاوية زي ما اتفقنا يا باشمهندس، أي نقطة جوه ضلعي الزاوية بقول عليها نقط داخل الزاوية، زي النقطة ط اللي قدامك دي. أي نقطة خارج ضلعي الزاوية بقول عليها مجموعة النقط خارج الزاوية. أي نقطة على ضلعي الزاوية بقول عليها نقط الزاوية. زي إيه يا مستر؟ زي النقطة أ والنقطة ج. هندخل بعد كده في قياس الزاوية يا باشمهندس. درسنا كلنا وسمعنا قبل كده في ابتدائي قياس الزاوية كذا، ونديها دايما قياس بالدرجة. الدرجة دي هي وحدة قياس الزاوية. طب يعني ايه أساسا قياس الزاوية؟ يعني مقدار الانفراج ما بين الضلعين بتوع الزاوية. مش احنا اتفقنا ده ضلع وده ضلع مفتوحين أو بعاد عن بعض بمقدار قد ايه؟ ده اسمه الانفراج كده يا باشمهندس. كل ما الانفراج ده يزيد كل ما قيمة الزاوية بتزيد، كل ما يقل كل ما قيمة الزاوية بتقل. نيجي هنا يا باشمهندس قالك إن الزاوية بتتقاس بحاجة اسمها الدرجة زي ما اتكلمنا، والدرجة دي بنرمز ليها بالرمز اللي حضرتك شايفه دوت، وبنكتب تحتيها قيمة الزاوية 50 60 70 80 زي ما هنتكلم بعد كده في قياس الزوايا وأنواع الزوايا. طيب وقف لغاية كده؟ قالك لأ، الدرجة دي بتتكون من حاجة أصغر منها، حاجة أصغر منها اسمها الدقيقة.
بس مش الدقيقة بتاعت الوقت، لأ، حاجة رياضيا بنرمز ليها بالرمز ده تسمى الدقيقة. وقالك إن 60 دقيقة يعادل 1 درجة. يعني الدرجة فيها 60 دقيقة يا باشمهندس، يعني الدرجة قيمتها أكبر من الدقيقة بمقدار 60. طيب يبقى أنا عشان أحول من درجة لدقيقة بضرب في 60، وعشان أحول من دقيقة لدرجة بقسم على 60. طب وقف لغاية كده؟ قالك لأ، الدقيقة بتتكون من حاجة أصغر منها اسمها الثانية. طيب الثانية دي برمز ليها بالرمز دوت رياضيا، والدقيقة فيها 60 ثانية. مش الثانية برضو بتاعت الساعة، ثانية قياس زوايا بيرمز ليها بالرمز ده. طيب عشان أحول من دقيقة لثانية بضرب في 60، وعشان أحول من ثانية لدقيقة بقسم على 60. يعني الدقيقة الكبيرة والثانية الصغيرة. عايز تفتكرها بالساعة عشان ما تلخبطش نفسك، يبقى زي الفل. يبقى أنا الدقيقة فيها 60 ثانية، والدرجة فيها 60 دقيقة. طيب يبقى أنا عشان أحول من ثانية لدرجة بضرب في كام؟ في 60 في 60. طيب نتكلم بقى عن جزء تاني، أنواع الزوايا. احنا قلنا الزاوية يا باشمهندس مقدار الانفراج بين الشعاعين. طب لو مفيش انفراج خالص، يعني الشعاعين متطابقين زي دول شعاعين على فكرة، وهو عامل لك الرمز بتاعه. فلو أنا يا باشمهندس عندي شعاعين متطابقين، يعني لازقين على بعض كده، مفيش ما بينهم أي انفراج، متطابقين كده على بعض، بسميها زاوية صفرية. ليه؟ لأن مفيش انفراج ما بينهم، فبالتالي الزاوية المحصورة ما بينهم صفر، مش موجودة أساسا. دي كده اسمها الزاوية الصفرية. طب لو الزاوية دي يا باشمهندس قياسها أكبر من صفر وأقل من 90، زي الزاوية دي كده، قياسها أكبر من صفر وأقل من 90. يعني ايه يا باشمهندس؟ تاني، يعني الزاويتين دول مش زي الزاوية الصفرية دي كده، زاوية صفرية مفيش ما بينهم انفراج. لا، ده في ما بينهم انفراج بس بسيط جدا، يعني أكبر من الصفر بحاجة بسيطة وأقل من 90. يعني نجيبها لي كده في الاختيارات يا باشمهندس: زاوية 50 درجة نوعها ايه؟ زاوية حادة. زاوية 89 درجة زاوية حادة. طب ركز بقى معايا، زاوية 89 درجة و60 دقيقة، لا مش زاوية حادة يا باشمهندس. هو مش احنا قلنا يا باشمهندس ال60 دقيقة بيكونوا لي درجة، وهو جاب لي 89 درجة و60 دقيقة؟ ما يضحكش عليا بقى هنا يا باشمهندس. 89 درجة و60 دقيقة يعني الدقيقة دي بتقفل لي 90 درجة، واحنا قلنا الزاوية الحادة ما بين الصفر أكبر من صفر وأقل من 90، يعني صفر ما تنفعش و90 ما تنفعش. طب هي كملت ال90، دخلنا في نوع تاني اسمه الزاوية القايمة. اخر جزء بقى في حصتنا يا باشمهندس النهارده هو الزاويه المنعكسه. الزاويه المنعكسه ده يا باشمهندس يعني زاويه قياسها اكبر من 180 واقل من 360. يعني ايه يا مستر؟ يعني زاويه مثلا قياسها 180 ودرجه، 250، 290، 359، دي كده اسمها زاويه منعكسه. طب يا باشمهندس الزاويه المنعكسه دي انا بحسبها ازاي؟ يعني بجيب قيمتها ازاي؟ لان ممكن يجيبها لك في اكمل او صح وغلط. قال لك ان الزاويه المنعكسه دي يا باشمهندس بجيبها بالاتي: بكتب 360 ناقص قياس الزاويه يديني قياس الزاويه المنعكسه. يعني اي زاويه يا مستر ليها زاويه منعكسه؟ طبعا. يعني مثلا الزاويه القايمه دي زاويه 90 درجه، لو عايز اجيب الزاويه المنعكسه بتاعتها بجيب ازاي؟ بكتب 360 ناقص 90 يساوي 270، دي كده الزاويه المنعكسه. طب لو مثلا زاويه 50 درجه، يبقى 360 ناقص 50 يساوي 310، دي الزاويه المنعكسه بتاعتها.